لما كان عمري 15 سنة ابتدت الحكاية. أي حد كان يشوفني كان يقول إن أنا بنت في العشرين. كان جسمي حلو قوي، بنت زي ما الكتاب بيقول. رغم إن سني كان صغير لكن كنت جميلة وأهلي كانوا مدلعني جدا، مع إني ما كنتش البنت الوحيدة، لكن كنت أحلى واحدة في إخواتي. وعلى طول بابا كان بيقولي كده، بس طبعا مش قدام إخواتي، لأن برضو إخواتي كانوا حلوين، لكن أنا كنت واخدة جمال عمتي الكبيرة، تقسيمة الجسم والبياض والشعر الحرير، على عكس اخواتي اللي كانوا شبه خالاتي. كانوا حلوين لكن جمالهم كان عادي يعني. أي حد يشوفهم ما كانش بينبهر بيهم زي ما بيشوفوني. وعلى فكرة، أنا مش مغرورة، أنا جمالي كان سبب في تدمير حياتي. ابن عمي كان بيحبني جدا، كان مغرم بيا بمعنى الكلمة من وانا كنت لسه صغيرة، مع انه كان اكبر مني بكتير. وعلى طول كنت ببقى مستغربة وبقول المفروض كان زمانه اتجوز من زمان وخلف قدي. في الوقت اللي انا كان عندي 15 سنة كان هو عمره 29 سنة، ومامته كانت هتموت علشان تجوزه وتفرح بيه، لكن هو كان بيرفض وكان بيقول انا مستني سمر. انا لو هستنى العمر كله برضه هفضل مستنيها، وعمري في حياتي ما همل. امه كانت تفضل تقوله يا ابني انت هتجنني، انت كبير عنها، وبعدين قدر لما تكبر وعقلها يكبر وتبقى واعية ما ممكن ترفضك. قال لها ساعتها اقتلها، لا هقتل نفسي. في الوقت ده كل اللي كان قاعد في القعدة خاف منه، لانه كان بيتكلم بجد. هو مش بيحبني، ده بيعشقني لدرجة الجنون. اي حد كان يقوله حرام عليك دي صغيرة، انت كده هتظلمها، كان يرد عليه ويقوله رجليها شايلاها، واللي زيها فاتح بيت ومتجوز ومخلف. وفعلا انا في الوقت ده كان سني صغير، لكن شكلي كان كبير وجسمي كبير. يعني اللي كان يشوفني في الوقت ده استحالة يقول ان دي عندها 15 سنة. كان بيجيلي عرسان كتير جدا، لكن هو كان بيطفشهم من بره لبره، يعني ما كانش بيسمح لأي حد يدخل البيت. كان عندي أختين، غير واحدة أكبر مني وواحدة أصغر مني. بتمر السنين وأختي الكبيرة بتتجوز وهي عمرها 19 سنة. يوم فرحها أنا كان عمري 17 سنة. كنت لابسة دريس حلو جدا، عاملة ميك اب خفيف. ابن عمي كان باصصلي طول الفرح وخايف لأي حد يبص عليا، ولو كان أي حد بس فكر يجي يكلمني كان بيروح يتخانق معاه، لدرجة ان بابا خلاني اروح في نص الفرح وما حضرتش الفرح كله، خوفا ان ابن عمي يبوظه. بابا خدني على جنب وقال لي ابوس ايدك يا بنتي، روحي يا بنتي، ابن عمك هيبوظ الفرح، حرام عليكي يا تكسري فرحة اختك. وخلى اخويا الكبير يروحني. وانا مروحة فضلت اعيط. اخويا طبطب عليا، هو كان حنين عليا جدا، مع انه كان اخ واحد علينا احنا التلات بنات، لكن كان بيحبنا وحنين معانا وطيب جدا. مع ان ماما كانت على طول تدلعه عننا. اي حد كان يشوف معاملة ماما مع اخويا ده يقول هيبقى اناني ويطلع يكره اخواته، لكن هو صدمنا كلنا بحنيته علينا. كان طول الوقت بيهون عليا ويقولي مش انا اخوك الكبير وانت بتسمعي كلامي؟ قلت له ايوه. قال لي بصي يا حبيبتي، انت لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي حد يحبك زي ابن عمك. قلت له يا حبيبي بس هو اكبر مني بكتير وانا عايزه اعيش سني. قال لي طيب انا راضي ذمتك، ده شكله يدي سنه؟ قلت له لا بصراحه. قال لي يا بنتي السن مش كل حاجه، ده مجرد رقم، الولد كله شباب. كفايه يا بنتي كسر نص الفرح قدامك علشانك وعلشان بس بيبصوا عليكي، وبعدين بقى ارضي بمزاجك احسن ما يتجوزك غصب عنك، ده اي عريس بيجيلك بيكسره. فضلت اضحك وهو مروحني وقال لي اقفلي الباب عليكي وشويه وجايين لك. دخلت البيت اتوضيت وصليت ونمت شويه.
سمعت صوتهم ان هما جم. قمت من النوم ولقيت بابا وماما جايين وعمالين يعيطوا. قلت لهم بتعيطوا ليه؟ بابا قال لي وهو بيعيط وفرحان في نفس الوقت: اول وردة اتقطفت واتزرعت في بيت تاني. فهمت انه يقصد على اختي. بوست ايده وطبطبت عليه وقلت له خلاص خلاص يا عم الحاج، فاضلك وردتين وتبقى خلصت المهمة بتاعتك. اخويا رد عليا وقال لي: وانا قلت له انت مش مهم، انت هتتجوز وتقعد معاهم يا ابن المحظوظة، احنا اللي هنمشي ونسيبك. بابا طبطب عليا وقال لي ربنا يديني طولة العمر لحد ما اتجوزكم واشيل ولادكم كمان. كلنا لقمة خفيفة ودخلنا نمنا. وتاني يوم لبست علشان اروح مع ماما الصباحية بتاعت اختي، لكن ابن عمي كان واقف على الباب، واول ما شافني خارجة بالفستان بصلي وبرقلي وقال لي: ارجعي تاني. مسكت ايد بابا وبصيت في عينه بكسرة. لقيت بابا بيقولي معلش علشان ما ينكدش علينا اليوم. وطلعت وقلت لهم على فكرة انا مش جاية معاكم. دخلت اوضتي وفضلت اعيط. بقيت بكره ابن عمي قوي، بكره غيرته اللي ملهاش اي مبرر. ده حابسني، امال لو اتجوزني هيعمل فيا ايه؟ بتمر الايام وهو جاي علشان يتقدم لي، وانا طبعا رفضت ومرضتش اقعد معاه ولا اقعد مع مامته. بابا قال له: يا حبيبي الجواز بالرضا، ما ينفعش يبقى بالغصب. ابن عمي قال له: لو ما اتجوزتش بنتك انا هعمل اللي ما يرضيش اي حد. بابا الاول مرة يصور مسكه وضربه بالقلم وقال له: انت اتجننت؟ انت بتهددني في بيتي؟ انا عمال سكت لك وانا ما بتكلمش وبقول عيل، لكن كده انت خبت. ولو كان ابوك اللي لمك مات انا عايش وموجود ومش هسكت لك من هنا ورايح. وقال له: اطلع بره وما تورينيش وشك تاني. بتمر السنين وانا ببقى عندي 22 سنة واختي الاصغر مني بتتجوز في الفترة دي. ابن عمي كان بعيد عني، لكن اي عريس كان بيجي يتقدم لي كان برضو بيطفشه. ماما كلمت بابا وقالت له: بنتك الصغيرة اتجوزت وابنك الكبير خطب، وبنتك سمر ابن اخوك شكله عايز يخليها عانس. بابا قال لها: ليه بتقولي كده؟ لسه نصيبها مجاش. ماما ردت عليه وقالت له: ولا هيجي، ابن اخوك واقف لها زي اللقمة في الزور. انت مش واخد بالك يا حاج؟ ابن اخوك عقبة ولازم تشوف له حل. بنتك بيجيلها عرسان كويسة كتير، ده انا بقيت بعرف من الجيران. خرجت لما سمعت ماما بتتكلم وقلت لها: يا ماما ما تخافيش، بابا عنده حق وانا لسه نصيبي مجاش، بس عامة قرب يجي. ماما فرحت وقالت لي: ليه، هو في حاجة؟ قلت لها: ايوه، دكتوري في الجامعة عايز يتقدم لي، لكن انا قلت له يصبر كام يوم كده علشان الدنيا تكون هديت. انا بصراحة عايزاه يجي لما ابن عمي يسافر، علشان انتي عارفة اول ما هيشوفه هيعمل ايه. امي فرحت جدا وقالت لي: عين العقل اللي انتي عملتيه ده. بابا طبطب على ظهري كده وقال لي: ربنا يجعله عوض ليكي. عدى اسبوع ابن عمي سافر علشان الشغل، وانا كلمت الدكتور علشان يجي هو واهله، وفعلا جم هو واهله وقرينا الفاتحة على طول واتخطبنا. بصراحة ما عملناش هيصة علشان خوفنا لابن عمي يعرف ويرجع، وانا فهمت خطيبي ان انا على طول ببقى مشغولة وبروح لاخواتي اساعدهم في البيت، ولما كان يعوز يجيلي كنت بتحجج وقابله برا. طبعا خفت اعرفه اللي ابن عمي بيعمله علشان ما يسيبنيش، لاني كنت بحبه جدا من زمان. بتمر الايام وابن عمي بيعرف ان انا اتخطبت من القرايب. كنا قاعدين في امان الله ولقينا الباب بيخبط وكان هيتخلع من كتر الترزيع. بابا قام جري فتح الباب بسرعة. اول ما لقي ابن عمي قال له: في ايه، انت ازاي تخبط كده؟ ابن عمي فضل يزعق ويقول: هي فين، عملت اللي في دماغها برضو، والله ما هنيها، والله ما هخليها تشوف يوم حلو. خرجت له وقلت له: انت اتجننت، روح شوف اي واحدة غيري، انا مش عايزاك ومش بحبك
وانا اتخطبت وبحب خطيبي، بوظت حياتي. بصلي وكانت عينه كلها دموع، وفي الوقت ده قال لي بعياط: بس انا بحبك، انا مش هقدر اعيش من غيرك، انا وقفت حياتي علشانك. كان عمال يتشحتف زي العيال الصغيرة. بصراحة صعب عليا، لكن برضو انا ما بحبوش، واللي بيعمله معايا بيخليني اخاف منه. يعني لو كان جه معايا بالراحة من زمان كنت ممكن اتعلق بيه واحبه. كمل كلامه وقال لي: انا ما بعرفش اعبر، انا ما بعرفش اتصرف غير كده. انا لو من الشباب اللي ليهم في السهوكة كان زماني وقعتك من زمان، لكن انا ما بعرفش، انا عفوي وبتعامل بطبيعتي. انت ليه رفضاني؟ انا بحبك، جربي بس، مش هتندمي، اديني فرصة. قلت له: لا، مش هديك فرصة، لاني خلاص اتخطبت وبحب خطيبي، وان شاء الله هنحدد الجواز قريب. بصلي وعينيه كلها شرار. قال لي: ده اخرك؟ وده اخر كلام عندك يا بنت عمي؟ قلت له: اخر كلام يا ابن عمي، ويا ريت ملكش علاقة بيا تاني، وما تجيش بيتنا تاني. بص لابويا وقال له: يا عمي، انت في مقام ابويا، هقولك كلمتين: بنتك لو مش ليا مش هتكون لغيري، بنتك مش هتفارقني غير لو ماتت. مش هضحك عليكم، وبابا خاف عليا جدا، لانه كان عارف وواثق ان ابن عمي مهووس بيا، مش بس بيحبني. بابا قال له: امشي يا ابني وسيبنا في حالنا، علشان بجد احنا بقينا نكرهك من اللي انت بتعمله. خرج وهو مكسور وكان عمال يعيط زي الطفل الصغير. مر اسبوع وانا بصراحة ابتديت اشم نفسي شوية، وقلت خلاص، ده بعد عني وملوش علاقة بيا تاني. تاني يوم عادي قمت لبست هدومي علشان اروح الجامعة. خرجت من البيت وركبت عربية علشان توصلني للجامعة زي كل يوم، لان بابا بيخاف اركب مواصلات وبيخليني اركب تاكسي افضل من انا اتبهدل يعني. وبقيت بركب تاكسي من قدام الباب وبنزل قدام الجامعة، وركبت زي العبيطة وانا مش مدية اخوانا للسواق، وكان حاطط حاجة على وشه وعلى راسه. وطبعا انا قلت يمكن عامل كده من السقعة. فتحت التليفون وابتديت ان انا العب فيه لحد ما اوصل. ما خدتش في بالي من الطريق التاكسي وقف، وانا بكل غباء حطيت التليفون في الشنطة وبطلع فلوس علشان احاسبه. لكن اول ما ببص جنبي اتصدمت، لاني لقيت نفسي في مكان غريب. قلت له: مش ده العنوان اللي انا قلتلك عليه؟ لقيته بصلي، وهنا بقى انا اتصدمت، لانه كان ابن عمي. قال لي: انزلي هكلمك في حاجة وبعد كده هروحك تاني. قلت له: لا، انت مالك بيا اصلا؟ والله لا انا قايله لبابا على اللي انت عملته ده، انا مش هعديلك تاني. قال لي: وانا مش عايزك تعدي، كده كده هنبقى قدام بعض بعد كده كتير. قلت له: مش فاهمه، انا مش فاهمه حاجه. قال لي: دلوقتي هتفهمي. ورش في وشي حاجه، فقدت الوعي. فتحت عينيا لقيت نفسي في شقه غريبه. اليوم ده عمري ما هنساه. اليوم ده كان السنه اللي فاتت. لقيت ابن عمي قاعد قدامي وما كانش لابس هدومه. صوت وقلت له: ايه اللي انت عامله ده؟ قال لي: انا لسه ما عملتش حاجه. قال لي: بص في عيني. بصيت له وانا مرعوبه. كان لازم اسمع كلامه وما ينفعش عنده في اللحظه دي، لان كانت عينه ونظراته ليا كلها شر، وانا كنت مرعوبه. قال لي: انا مش مجنون، انا طلبتك اكتر من مره وانتي عارفه من وانتي صغيره ان انا بحبك. ليه فضلت الدكتور عليا؟ طيب ما انا متعلم وتعليم عالي وشغال وغني، شايفاني وحش؟ انا شاب حلو على فكرة، زي اي راجل، بس الفرق ان انا هصونك لاني بحبك. هو انت ما سمعتيش المثل اللي بيقولك: خدي اللي يحبك وما تاخديش اللي بتحبيه؟ يا ست انا راضي ان انا اكون انا اللي بحبك. قال لي: لما كنت بترفضيني كنت بتكسري نفسي، وكنت بفضل افكر مع نفسي واعيط طول الليل. هي رفضتني ليه؟ هو انا فيا ايه علشان ترفضني؟ انا دخلت بيتكم 10 مرات علشان اطلبك، وكل مرة كنت بترفضيني، غير المرات اللي كنت بتكلم فيها انا وانتي بينا وبين بعض وبرضه كنت بترفضي. رفضك ليا كسرني وحسسني اني مش راجل.
أنا متمسك بيكي وعايزك لحد دلوقتي، أنا بحبك قوي ومش عايز أذيكي. ايه رأيك نبتدي صفحة جديدة وتحلفي على المصحف ده بعد ما تتوضي ان انتي لما هتروحي هترفضي عريسك وهتستنيني لما اجي واتقدملك ونتجوز؟ وانا بكل غباء قلتله لأ، انا مش موافقة عليك ومش عايزاك ومش هتجوزك غصب عني. هو انت ليه عايز تعمل كده؟ كنت بتكلم بسذاجة وفاكرة انه ممكن يتفاهم معايا، لكن كنت غلطانة. بعد ما قلت الكلمتين دول اعتدى عليا. مش هقولكم أذاني أو عذبني أو ضربني، بالعكس هو بس كان عايز يثبتلي إن أنا ملكه بمزاجي أو غصب عني. أخد الحاجة اللي تخليني أتشرط على ده وده، اللي تخليني أتجوز اللي أنا عاوزاه. خد الحاجة اللي في المجتمع بتاعنا لو البنت فقدتها ما يبقاش ليها أي قيمة. ضيعلي شرفي. عيطت وقلتله روحني، لكن هو رفض وفضل حابسني في الشقة لمدة 7 أيام. كل يوم كان بيعتدي عليا. في اليوم السابع قال لي أنا هروحك النهاردة وهاجي بالليل ومعايا المأذون علشان أكتب عليكي. ما كانش فارق معايا أروح ولا مروحش. كان جايب لي عباية جديدة ولبستها. مسك ايدي ووصلني لحد بيت أبويا. أول ما دخلت البيت اترميت في حضن أبويا. بابا بص لابن عمي وقاله يا حيوان اللي انت عملته ده هيخليها عمرها ما هتحبك. اتصدمت لان ابن عمي البجح قال لابويا على اللي عمله فيا. ابويا كان بيكلم ابن عمي بكسرة وقعد يقوله هعمل فيك ايه دلوقتي؟ انت كسرتني، ده انا اللي مربيك تعمل كده مع بنتي؟ قاله بس انا بحبها وجيت لك اكتر من مرة وانت رفضتني. قال له انا عمري ما رفضتك، ده انت ابني وانا اللي مربيك، ارفضك ليه؟ هي اللي كانت رافضاك، وده مش عشان انت وحش، بالعكس ده علشان شخصيتك اللي زي الزفت وطريقتك الوحشة معاها. انت عمرك ما حاولت معاها بالراحة، على طول قاسي وطبعك جاف. عامة انت الكلام معاك حرام. اللي انت عملته هيخليني اديلك فرصة واحدة بس. كده كده هنكتب الكتاب النهاردة. بنتي هتقعد معاك شهرين 2 أو 3 شهور بالكتير. لو بنتي جت وقالت أنا مش عاوزاه هتطلقها وهعمل لك محضر بعدم التعرض. أنا كنت بسمع وساكتة. طلعت غيرت هدومي واستنيت لحد ما المأذون جه. كتبنا الكتاب وما عملتش فرح، بس عرفنا كل الناس إننا اتجوزنا. بعد شهر من الجواز اكتشفت إني حامل، وطبعا طول الشهر ده هو مجاش يمتي نهائي. يعني الحمل ده حصل لما كان بيعتدي عليا. قلتله ان انا هنزل الحمل ده باي طريقة، ولكن الحمل منزلش. وابن عمي في الفترة دي كان بيعمل اللي ما يتعملش علشان ارضى عنه، لكن اللي عمله فيا كان كبير قوي وكفيل يخليني اكرهه العمر كله. كل فترة والتانية كان بيجيب لي هدايا شكل غير الذهب والألماظ، لدرجة انه جاب لي عربية وكتبها باسمي علشان اروح بيها الجامعة. هو بصراحة عمل حاجات كتير تخلي أي واحدة تسامح، لكن أنا ما قبلتش إني أسامح. كل لما كنت أقول لبابا عاوزة أتطلق يقولي ليه؟ هو وحش معاكي؟ أقول له لا يا بابا، يقولي خلاص خليكي عايشة معاه لحد ما تولدي، يمكن قلبك يحنله. مر 9 شهور وربنا رزقني بولد. ابن عمي كان طاير من الفرحة وكان عمال يقول أنا كده ربطتك رسمي، كده انت مش هتسيبيني صح؟ بصراحة في كلامه كنت بحسه عامل زي العيل الصغير اللي متعلق بأمه، بس أنا برضو ما كنتش مسامحاه في اللي عمله فيا. وبعد الولادة رحت عند أمي علشان تخلي بالها مني وتهتم بيا، ولحد دلوقتي أنا لسه عند أمي ومروحتش. وبيني وبينكم كده مش ناوية أروح، مع إنه كله عمالة يقنع فيا ويقولي روحي. بصراحة أنا ما شفتش منه حاجة وحشة الفترة اللي فاتت دي كلها، وعلى طول كان بيعاملني كويس. وبسمعه كل يوم وهو بيصلي وبيدعي ربنا في الفجر ويقول يا رب سامحني على اللي انا عملته. انا بحبها وما كنتش اقدر اعيش من غيرها. انا دلوقتي ابني عنده 4 شهور
وابن عمي مش مخليه محتاج اي حاجة، وحنون جدا. بابا قال لي يا بنتي يمكن اللي حصل ده خير، انا عارف انه صعب لكن يمكن ربنا كاتبلك انك انت تتجوزيه وتعيشي معاه، انت استحالة كنت هترضي بيه، وربنا يمكن عمل كده علشان ترضي بيه وتتجوزيه وتخلفوا ابنك ده، وانا راضية بنصيبي لانه كله مكتوب. لكن انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه، عاوزاكم تحطوا نفسكم مكاني وتقولولي لو انتم مكاني هتعملوا ايه. لو كملتوا القصة ما تنسوش تشاركوني برأيكم في التعليقات لأنه أكيد بيهمني، واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وياريت لو تعملوا شير لأصحابكم وحبايبكم علشان هم كمان يتابعوا معانا قصة النهاردة.